السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا رب. اليوم غادي نحضر معكم 4 وصفات للغوتي اقتصادية سهلة سريعة التحضير بمكونات بسيطة. إلا عجبكم فيديو ديال اليوم ما تنسوش خليو لايك وتبارطاجيو مع أصدقائكم لتعم الفائدة. لتحضير الوصفة الأولى نحتاج كأس من السكر، معيار الكأس 150 غرام، فانيليا كيس واحد فقط أو ملعقة صغيرة، رشة ملح لتحسين الذوق، 2 بيضات. نخدم المكونات جيدا بالطراب اليدوي حتى يذوب السكر. أنا خدمت بالطراب اليدوي، ممكن تخدموا غير بيديكم. نضيف كأس من الزيت النباتي، ودائما كنوزن بنفس الكأس اللي كيوزن 150 غرام. نمزج المكونات جيدا. نضيف علبة فلان بنكهة الموز. الوزن ديال العلبة 2.5 غرام. الفلان كيعطينا المذاق وكيعطينا حتى اللون. ممكن تعوضوه بفلان كراميل، ممكن تعملوا مبشور الليمون الحامض. نمزج الكل جيدا. نضيف نصف كأس من النشا أو مايزينا اللي كيعطي هشاشة لهاد الحلوى. كأس من جوز الهند أو الكوك، من الأفضل يكون نوعية جيدة باش المذاق ديال الحلوى يجي زوين. ممكن تعوضوا جوز الهند أو الكوك بالفول السوداني أو الكاوكاو محمر ومطحون. كنخلط المكونات جيدا. من بعد نضيف الدقيق بشكل تدريجي. الدقيق أنا غربلته من قبل. الكأس الأول، الكأس الثاني، خميرة الحلويات 8 غرام، كيس واحد فقط. ندخل الدقيق في الخليط، إلا خصني الدقيق نضيف مرة أخرى. هاد الحلوى سهلة سريعة التحضير، ممكن تحضروها في آخر لحظة، ما كتاخدش منكم وقت كبير. غنزيد نضيف الكأس الثالث بشكل تدريجي. نضيف نصف كأس، ندخله في العجين. نضيف نصف كأس الآخر اللي بقى ليا. هاد العجين هز لي 3 كؤوس من الدقيق، ممكن يهز لكم أكثر ممكن أقل على حسب نوعية الدقيق اللي استعملته. نجمع العجين حتى نحصل على عجينة تكون رطبة ما تكونش قاصحة. هذا هو القوام ديال العجين اللي حصلت عليه، عجينة رطبة. نقسمها إلى نصفين، نصف نغطيه بكيس غذائي ونوضعه جانبا باش ما ينشفش ليا العجين، والنصف الثاني نبدا نخدم به. نطلق العجين بالمدلك. انا عملت كيس بلاستيكي تحت العجين وكيس بلاستيكي فوق العجين، وكنطلق العجين بالمدلك على هذا الشكل هذا. نطلق العجين ونخلي السمك شويه غليظ، ما نخليهش رقيق، باش الحلوى الشكل ديالها يجي زوين من الطيب. هذا هو السمك اللي خليت. نطبع بها الطابع، كنوضعه في الدقيق عاد كنطبع به. ممكن تطبعوا العجين باي طابع متوفر عندكم. كنهزها بكل سهوله ما كتلصقش ليا. نحطها في الصينيه اللي غتدخل الفرن. الصينيه انا فرشت لها ورق الزبده، الا ما كانش متوفر عندكم ممكن تدهنوا الصينيه ديالكم بالقليل من الزيت. الزوائد اللي بقات عندي غنجمعها ونزيد عليها العجين الثاني اللي بقى عندي، ونطلق العجين بالمدلك بنفس الطريقه اللي عملت في الاول. نطبع بالطابع، ودائما كنوضع الطابع في الدقيق عاد كنطبع به. نهزها ونوضعها في الصينيه اللي غتدخل الفرن، ونستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. ندهن الوجه باصفر البيض.
انا حصلت على هاد الصينيه، الكميه اللي بقات عندي وضعتها في صينيه اخرى. حلوه الطابع او حلوه الزمن الجميل، اقتصاديه بكميه كثيره، ممكن تحضروها في اخر لحظه، تاخذ منكم وقت اعداد الشيء فقط، كتجي زوينه بزاف. نستمر بنفس الطريقه حتى ندهن الوجه ديال الكميه اللي عندي كامله. من بعد ندخل الصينيه الفرن، فرن ساخن من قبل على درجه حراره 180 درجه، ضروري الفرن يكون ساخن من قبل. الفرن انا شعلت عليه غير من التحت حتى طيب الحلوه، من بعد نشعل عليه من الفوق تاخذ لون ذهبي. ندخل الصينيه الفرن ونعاود نرجع معكم من بعد ما طيب الحلوه. هذا هو الشكل ديال الحلوه من بعد ما طابت وخرجتها من الفرن، كتجي طيبه مزيان. هذا هو الشكل ديالها عن قرب، حلوه ناجحه 100%. هذا الشكل ديالها من التحت، كطيب بسرعه. هذه الصينيه الثانيه. ندهن الوجه بالناباج، ممكن تعوضوه بالمربى. كندهن الوجه بالناباج باش كنحصل على شكل لامع. ممكن تستغناو على هذه المرحله الا ما بغيتوهاش. نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله، ندهن الوجه ديالها ونعاود نرجع معكم. كتزيين بسيط غنزين الحلوى بالقليل من جوز الهند او الكوك، كل وحده كنعمل فوق منها شويه على هذا الشكل هذا. بما انني دخلت جوز الهند او الكوك في العجين زينت به. العجين ممكن تدخلوا فيه جوز الهند او الكوك او الفول السوداني او الكاوكاو محمر مطحون او اللوز او الجنجلان او السمسم اللي متوفر عندكم. نستمر حتى نكمل التزيين ونعود نرجع معكم. هذا هو الشكل ديال الحلوى من بعد ما زينتها. هذا هو الشكل النهائي، حلوى سهله وسريعه اقتصاديه بكميه كثيره، من اسهل والذ الحلويات اللي عملت. حلوى لشرب الشاي، ممكن تحضروها في اخر لحظه، ما كتاخذش منكم وقت كبير، تاخذ منكم وقت اعداد الشاي فقط. هذا هو الشكل ديالها عن قرب، كيجي الشكل ديالها جميل جدا، شكل راقي. حلوى اللي كتجي لذيذه بزاف، كتجي هشيشه تذوب ذوبان في الفم. انا مأكده الا جربتوها غادي تعجبكم بزاف، لانها فعلا تستحق التجربه. غادي نقسم لكم وحده باش تشوفوا الشكل ديالها كيف عامل من الداخل. لتحضير الوصفه الثانيه نحتاج بيضه واحده بدرجه حراره المطبخ، كأس الا ربع من السكر، معيار الكأس 150 غرام، فانيليا كيس واحد فقط او ملعقه صغيره، نضيف رشه ملح لتحسين الذوق. نمزج المكونات جيدا، انا غادي نخدم غير بالطراب اليدوي حتى يذوب السكر ويتغير اللون ديال الخليط، يولي اللون ديالو ابيض على هذا الشكل هذا. نضيف كأس الا ربع من الزيت النباتي، نفس الكأس اللي غادي نوزن به المكونات كلها، كيوزن 150 غرام. نمزج المكونات جيدا، نضيف كأس من الحليب السائل، حليب يكون دافي. ممكن تعوضوه بعلبة من الياغورت طبيعي. نضيف مبشور برتقالة، هاد الميني كيك غيجيو بطعم البرتقال. ممكن تعوضوا مبشور البرتقال بمبشور الليمون الحامض حتى هو كيجي زوين. كنبشر غير هذيك القشره الفوقانيه، ما كنوصلش للقشره البيضاء. نمزج المكونات جيدا، من بعد نضيف الطحين اللي غربلته من قبل. نضيف الكأس الاول من الطحين او الدقيق الابيض، كأس الا ربع من الطحين، خميرة الحلويات ما يعادل 8 غرام. نخلط المكونات جيدا حتى نحصل على خليط يكون خفيف نوعا ما يكونش ثقيل.
هاد الخليط هز لي كأس من الطحين وكأس الا ربع، ودائما معيار الكأس 150 غرام. هذا هو القوام اللي حصلت عليه. كيف كتشوفوا قوام خفيف نوعا ما. نحتاج قوالب اللي غنطيب فيهم الميني كيك. دهنتهم بالقليل من الزبده، رشيتهم بالطحين، كنصب الخليط في القوالب على هذا الشكل هذا. انا الخليط وضعته في هذا الكاس باش يسهل عليا انني نصبه في القوالب بكل سهوله. ممكن تعملوا اي قوالب مصفره عندكم، وممكن تعملوا الخليط في قالب كبير يكون المقاس ديالو من 24 حتى 26 سنتي. لتحضير الكريمه نحتاج كأس من عصير البرتقال، نضيف عليه ملعقه كبيره من السكر، ملعقه كبيره نشا او مايزينا. نحرك المكونات جيدا على البارد. هذه المرحله مهمه جدا قبل ما نوضع الاناء على النار. من بعد نوضع الاناء على نار خفيفه مع التحريك المستمر حتى نحصل على خليط كريمي على هذا الشكل هذا. كيف كتشوفوا نزول الاناء من على النار. هاد الكريمه انا وضعتها في قمع وكنعملها فوق الخليط على هذا الشكل هذا على شكل حلزوني. طريقه سهله. هاد الوصفه سهله سريعه التحضير، مكونات بسيطه متواجده في كل بيت، اقتصاديه، كتعطينا كميه كثيره وما كتاخذش منا وقت كبير، تاخذ منا وقت اعداد الشاي فقط. نستمر بنفس الطريقه حتى نوضع الكريمه في القوالب كامله. من بعد ندخل الصينيه للفرن على درجه حراره 180 درجه، فرن ساخن من قبل. الفرن انا شعلت عليه غير من التحت حتى يطيبوا الميني كيك. من بعد نشعل عليه من الفوق ياخذوا لون ذهبي. هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما طلعتهم من الفرن. كيجيو طيبين مزيان. مده الطهي 20 دقيقه فقط. هذا هو الشكل ديالهم عن قرب. انا غادي نزولهم من القالب بكل سهوله. كنعتذر منكم الاضاءه كانت عندي شويه زايده، يعني ما خداوش حقهم في التصوير. جا الشكل ديالهم احسن بكثير. ندهن الوجه ديالهم بالناباج باش يجي الشكل ديالهم لامع. هذا هو الشكل ديالهم عن قرب. ممكن تدهنوا الوجه ديالهم بمربى المشماش او العسل اللي متوفر عندكم. كيجيو طيبين مزيان، ما كياخذوش لينا وقت كبير في الفرن، فقط 20 دقيقه. الفرن يكون ساخن من قبل. الفرن انا شعلت عليه غير من التحت حتى طابو، من بعد شعلت عليه من الفوق خداو لون ذهبي. وممكن تعملوهم في القوالب اللي بغيتو، قوالب فرديه او قالب كبير حتى هو كيجي مزيان. نستمر حتى ندهن الوجه ديال الميني كيك كاملين ونعاود نرجع معكم. كتزيين بسيط انا زينتهم بالفويتين من الجوانب. التزيين كيبقى اختياري، ممكن تزينوا باللي متوفر عندكم. ممكن تزينوهم بالكاوكاو مهرمش او اللوز مهرمش او الكوك او جوز الهند. نستمر حتى نكمل التزيين ونعاود نرجع معكم باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الميني كيك. هذا هو الشكل النهائي ميني كيك بمذاق البرتقال. كيجو خفاف هشاش كيذوبوا في الفم بمكونات بسيطة متواجدة في كل بيت. ممكن تحضرهم في آخر لحظة. هذا هو الشكل ديالهم عن قرب. كيجي الشكل ديالهم جميل جدا، شكل راقي، والمذاق يا سلام ما تشبعوش منه. انا مأكده الا جربتوهم غادي يعجبوكم بزاف لانهم فعلا كيستحقوا التجربه. غادي نقسم لكم وحده باش تشوفوا الشكل ديالهم كيف عامل من الداخل. كيجيو خفاف هشاش يذوبوا ذوبان في الفم. وصفه سهله وسريعه ممكن تحضروها في اخر لحظه، تاخذ منكم وقت اعداد الشاي فقط. لتحضير الوصفه الرابعه والاخيره نحتاج 4 بيضات بدرجه حراره المطبخ، كأس من السكر، معيار الكأس 200 غرام،
فانيليا كيس واحد فقط أو ملعقة صغيرة، رشة ملح لتحسين الذوق. نمزج المكونات جيدا، أنا غادي نخدم غير بالطراب اليدوي. نمزج المكونات جيدا حتى يذوب السكر ويتغير اللون ديال الخليط، يولي اللون ديالو أبيض على هذا الشكل هذا. في هذا الأثناء نضيف كأس من الزيت النباتي، نفس الكأس اللي غادي نوزن به المكونات كلها، كيوزن 200 غرام. نمزج المكونات جيدا. من بعد نضيف مبشور ليمونة حامضة. ممكن تنكهوا الحلوى ديالكم بأي نكهة بغيتو، ممكن تعملوا مبشور ليمون الحامض أو مبشور البرتقال أو أي نكهة كتفضلوا. هاد الحلوى سهلة سريعة التحضير، ممكن تحضروها في آخر لحظة، ما كتاخدش منكم وقت كبير وكتعطينا كمية كثيرة. نضيف نصف كأس من جوز الهند أو الكوك محمر. الكوك أنا حمرته غير في المقلاة. المذاق ديال مبشور الليمون مع الكوك كيجي زوين بزاف. نمزج الكل جيدا. غنزيد نضيف ملعقتين كبيرتين من مربى المشماش. غنزيد نضيف مكون آخر، ملعقة صغيرة خميرة فورية أو خميرة الخبز. ملعقة معمرش مزيان، ما تستغربوش منها. الخميرة الفورية كتعطي طراوة وكتعطي واحد الهشاشة لهاد الحلوى، وممكن تستغنوا عليها إلا ما بغيتوش. نضيف الدقيق اللي غربلته من قبل، الكأس الأول، الكأس الثاني. خميرة الحلويات 16 غرام، 2 أكياس. نجمع العجين. إلى خصني الطحين نضيف مرة أخرى. غنزيد نضيف الكأس الثالث من الطحين. هاد العجين هز لي 3 كؤوس من الطحين. معيار الكأس دائما 200 غرام. نجمع العجين حتى نحصل على عجينة تكون كتلتصق في اليد، ما تكونش عجينة قاصحة. هذا هو القوام ديال العجين كيف كتشوفوا، عجين كيلتصق في اليد. هذا هو القوام ديالو. نحتاج الصينيه اللي غطيف فيها الحلوى، المقاس ديالها 32 سنتي. انا فرشت ليها ورق الزبده في القاعده. ممكن تدهنوها فقط بالزيت. كنوضع العجين في الصينيه، ندهن يدي بالقليل من الزيت باش يسهل عليا انني نسرح العجين بكل سهوله. ما كنحتاجش انني نشكل العجين. الحلوى اللي كنحضروها دفعه واحده حتى كطيب عاد كنقطعها. نحاول انني نقاد الوجه باش نحصل على طبقه تكون مستويه، ما تكونش جهه طالعه وجهه نازله. انا استعنت بهذا المدلك الصغير. من بعد ندخل الصينيه للفرن على درجه حراره 180 درجه، فرن ساخن من قبل. الفرن انا شعلت عليه غير من التحت حتى تطيب الحلوى. من بعد نشعل عليه من الفوق، تاخذ الحلوى لون ذهبي ونخرجها من الفرن. ما كتاخذش لي وقت طويل في الفرن، بسرعه كطيب. هذا هو الشكل ديال الحلوى من بعد ما طابت، خدات لون ذهبي. انا قلبتها في هذه الصينيه كبيره، نخليها حتى تبرد. من بعد ناخذ 200 غرام من الشوكولاته بيضاء، ذوبتها على حمام مائي، ضفت لها القليل من شوكولاته الحليب. نخلط كل شيء مزيان على هذا الشكل هذا. كنغطي الوجه ديال الحلوى بالشكلاط. ممكن تعملوا الشوكولاط ابيض، ما تضيفوش ليه شوكولاته الحليب. انا حبيت نهرس اللون الابيض. نوزع الشوكولاط بشكل متساوي. انا استعنت بهذه الملعقه. طريقه سهله، ويمكن لكم تغطوا الوجه ديال الحلوى بالشوكولاط اسود او شوكولاته الحليب اللي متوفر عندكم او اللي بغيتو.
كنغطي الوجه جيدا. نخلي هاد الطبقه ديال الشكلاط حتى تتماسك واحد شويه. من بعد خديت شوكولاته الحليب اللي ذوبتها على حمام مائي وكنعمل خطوط بشكل عشوائي على هذا الشكل هذا. كيف كتشوفوا التزيين كيبقى اختياري، ممكن تعملوا التزيين اللي بغيتو، ممكن تعملوا تزيين على شكل رخامي او اي تزيين بغيتو. غادي نستمر بنفس الطريقه، كنعمل خطوط بشكل عشوائي. الشوكولاط انا ملي ذوبته على حمام مائي ضفت عليه ملعقه كبيره من الزيت. من بعد ما كملت التزيين كنخلي الشوكولاط حتى كيتماسك ونقطعه بكل سهوله، ما كيتكسر ليش الشوكولاط، لان الشوكولاط ملي ذوبته عملت معاه ملعقه كبيره من الزيت. انا غادي نقطعهم على شكل مربعات، ممكن تقطعوا بالشكل اللي بغيتو، تقطعوهم صغار او كبار، يعني الشكل اللي كيناسبكم. انا قطعتهم شويه كبار، الا قطعتهم صغار غادي يعطوكم كميه اكثر. من بعد غادي نزول الجوانب حتى هما غادي نقطعهم. ممكن تخليوهم الا كنتو غتقدموا الحلوى غير لوليداتكم، ممكن تخليوهم حتى هما كيتكالوا ما كيطرموش. غادي نهز لكم قطعه باش تشوفوا الشكل ديال الحلوى كيف عامل. هذا هو الشكل ديالها كيف كتشوفوا، كتجي هشيشه كتذوب في الفم. هذا هو الشكل النهائي، كيجي الشكل ديالها جميل جدا، شكل راقي، مكونات بسيطه سريعه التحضير، ممكن تحضروها في اخر لحظه، تاخذ منكم وقت اعداد الشيء فقط. هذا هو الشكل ديالها عن قرب كيف كتشوفوا. من اسهل والذ الحلويات اللي عملت، مذاق لا يقاوم. ممكن تقدموها مع الشاي او القهوه. نحتاج كأس إلا ربع من السكر، معيار الكأس 150 غرام. فانيليا كيس واحد فقط أو ملعقة صغيرة. رشة ملح لتحسين الذوق. جوج بيضات بدرجة حرارة المطبخ. نخدم المكونات جيدا بالطراب اليدوي، أنا غادي نخدم غير بالطراب اليدوي حتى يذوب السكر ويتغير اللون ديال الخليط، يولي اللون ديالو أبيض. كنخدمو مزيان حتى كيولي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. ممكن تخدموا بالطراب الكهربائي الا بغيتو. نضيف كأس الا ربع من الزيت النباتي، ودائما كنوزن بنفس الكأس. نمزج المكونات جيدا. من بعد نضيف كأس من الحليب السائل، حليب يكون دافي. ممكن تعوضوا الحليب بياغورت طبيعي او بنكهة الفاني. نمزج المكونات جيدا بالطراب اليدوي. من بعد نضيف الدقيق اللي غربلته من قبل. نضيف الكأس الأول، الكأس الثاني. خميرة الحلويات 8 غرام. خميرة الحلويات كنعمل 8 غرام فقط، ما كنزيدش عليها باش ما يتنفخوش ليا في الفرن، انا ما بغيتهمش يجيو منفوخين بزاف. ندخل الدقيق في الخليط، انا عملت 2 كيسان فقط من الدقيق. انا هاد الميني كيك عملته معكم اكثر من مره بشكل مختلف، لكن نفس القوالب
يعني ضابطه القياس ديال الدقيق. ممكن تعملوا كميه اكثر من الدقيق، ممكن اقل، على حسب نوعيه الدقيق اللي استعملته. المهم انا عملت 2 كيسان. كنحصل على خليط يكون خفيف نوعا ما يكونش ثقيل، باش المينيكيك يجيو خفاف ويجيو هشاش، ما يجوش متقصين. هذا هو القوام ديال الخليط كيف كتشوفوا. غنزيد نضيف ربع كاس من الشوكولاط فيرميسيل. الشوكولاط فيرميسيل انا طلعته من المجمد ووضعته في الخليط، يعني بارد باش ما يذوبش لينا. صافي كنخدم به السباتشي على هذا الشكل هذا. الشوكولاط فيرميسيل انا عملت ربع كاس، ممكن تعملوا نصف كاس. الا خدمته بهذه الطريقه كيجي الشكل ديال الشوكولا فيرميسيل كيجي باين في الميني كيك، ما كيجيش دايب. حتى تبغوا توضعوه في الخليط عاد طلعوه من المجمد. نحتاج قوالب فرديه دهنتها بالزبده. انا دهنتها بالزبده ودخلتها للمجمد بلي ما وجدت الخليط، يعني ما نحتاجش انني نرشهم بالدقيق، ما كيلصقوش ليا نهائيا. نصب الخليط في القوالب. انا الخليط وضعته في هذا الاناء باش يسهل عليا نصبه في القوالب بكل سهوله. هذا الخليط ممكن تعملوه في قوالب فرديه كيف عملت معكم، ممكن تعملوه في قالب كبير يكون المقاس ديالو 24 حتى 26 سنتي، حتى هو كيجي مزيان. ما كنملأش القوالب حتى الفوق لان مازال الميني كيك غيتنفخوا في الفرن. انا حصلت على 12، الا ضاعفت المكونات تحصلوا على 24. من بعد ندخلهم الفرن ساخن من قبل على درجة حرارة 180 درجة. ضروري الفرن يكون ساخن من قبل. الفرن انا شعلت عليه غير من التحت حتى يطيبوا الميني كيك، عاد كنشعل عليه من الفوق. مدة الطهي 20 دقيقة فقط. ما نفتحوش الفرن حتى تدوز 20 دقيقة. ندخلهم للفرن ونعود نرجع معكم من بعد ما يطيبوا الميني كيك. هذا هو الشكل ديال الميني كيك من بعد ما طابوا، خداو لون ذهبي كيجيو طيبين مزيان. هذا هو الشكل ديالهم عن قرب. كنقلبهم بكل سهوله، كنخليهم حتى كيبردوا عاد كنقلبهم. هذا هو الشكل ديالهم كيف كتشوفوا. كانت عندي الاضاءه شويه زايده هنا. كيجيو خفاف كيف كتشوفوا، ما كيلصقوش ليا نهائيا. لتحضير الكريمه نحتاج 100 غرام من بودره الشونتي. كنضيف عليها كاس ماء بارد جدا، ماء مثلج كنت وضعها في المجمد. وحتى الاناء اللي غنطلع فيه الكريمه حتى هو وضعته في المجمد باش يسهل عليا انني نطلع الكريمه بكل سهوله. كنخفق حتى نحصل على قوام متماسك. غنزيد نضيف ملعقه كبيره من شوكولاته الدهن. ملعقه عامره مزيان. كنعاود نخفق الكريمه، كنقص من السرعه ديال الطراب ونخفق على هذا الشكل هذا حتى نحصل على قوام متماسك. هذا هو القوام اللي حصلت عليه. من بعد كنزين الميني كيك على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. ما تحتاجوش انكم تسقيوهم لانهم كيجيو هشاش يذوبوا ذوبان في الفم. انا اليوم عملت لكم تزيين مختلف بالكريمه، طريقه سهله. كيجي الشكل ديالهم جميل جدا، شكل راقي. غنبشر عليهم شوكولاته سوداء غير باش نهرس اللون. التزيين كيبقى اختياري، ممكن تزينوا بالشكل اللي بغيتو.
ممكن تقدموهم على هذا الشكل هذا. انا غنزيد نعمل اضافه اخرى. عملت هاد الشوكولاته اللي كتجي على هذا الشكل هذا. التزيين كيبقى اختياري، زينوا باللي متوفر عندكم. انا غنزيد نعمل ورق الذهب، كان عندي حتى هو عملته، ونعاود نرجع معكم باش نشوفوا الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي. ميني كيك كيجيو خفاف هشاش، ممكن تحضرهم باخر لحظه. كيجي الشكل ديالهم جميل جدا، شكل راقي، والمذاق يا سلام ما تشبعوش منه. هذا هو الشكل ديالو عن قرب كيف كتشوفوا. انا قسمت لكم وحده باش تشوفوا الشكل ديالو كيف عامل من الداخل. كيجي خفيف يذوب ذوبان في الفم. الى عجبكم فيديو ديال اليوم ما تنساوش خليو لايك وتبارطاجيو مع اصدقائكم لتعم الفائده. والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.